السلام عليكم احبابي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي ما كنتش دايرت له حساب. المهم كما راكم تشوفوا حبيت نشارك معكم هاد لا فيديو اللي درت فيه البغرير. نصت على 5 تاع الصباح واش طاريت الله يبارك، قلت ندير البغرير لراجلي قبل ما يروح يخدم. بصح مع الاسف ما صورتش تفاصيل كما قلت لكم، والله ما كنت دايره حسابي كامل باش نحط هذا الفيديو. المهم جا خفيف جا هايل جا مثقب، ما نحكي لكمش. الوصفه سهله مهله، نقولها لكم هكا بك بهذه الطريقه. يعني انا واش درت فيه 2 كيلات تاع سميد، ودرت فيه كيله تاع الفارينه مغربلين بيان سور، درت فيه مغرف تاع الملح، ودرت فيه 2 مغارف تاع السكر، درت فيه مغرف تاع الخميره. هذو مغرف صغيره ماشي مغرف تاع العشاء، مغرف صغيره. ودرت فيه وحده خماره، ودرت فيه 3 كيسان تاع الماء يكون دافي. خلطهم مع الاول هكاك بالمغرفه، من بعد استعملت البغا ميكسور وميكسيت كل شيء مع بعض حوالي 2 دقائق حتى يعني الخليط كامل تشوفوا ما فيهش الحبيبات، وذاب كامل هذاك السميد وهذيك الفارينه ما ولاتش يبان. ونبدا بسم الله. نشعل الفرن. انا رحت توضيت وصليت ومباشره جيت طيبت. يعني حبيت نعطي لكم باش تقريبا ما طولتش يا ربي، 3 دقائق ولا 4 وبديت نطيب مباشره. كما راكم تشوفوا النتيجه. انا نحبه من تحت يكون احمر، ما نحبش البغرير يكون ابيض ولا يكون صفر هكا خفيف. كون ما يكونش احمر ما ناكلوش. جا خفيف جا هايل جا ذوق ولا اروع. كما راكم تشوفوا فيه حتى التقاب مليح مليح. وهاني هنايا راني كما يقولوا نمسح فيه بالزبده. انا راجلي قال لي ديريه لي بالزبده تاع البقره، تشهاه بالزبده تاع البقره. درت شويه بالزبده تاع البقره وشويه بالمارغرين، يعني خلطتهم. وتاكلوه كيما تحبوا تاكلوه بالسكر، تحبوا تاكلوه بالمعجون، تحبوا كل واحد كيفاش يحب ياكل. كاين اللي يديروه بالشربات، انا راجلي يحبوا بالشربات وانا يا نحبوا بالسكر. يعني كل واحد يشتوه، كل واحد والذوق تاعو. وشنو ثاني هذا مكان. اذا راكم حابين حبابي الوصفه بالتفاصيل، ما عليكم غير تخلوا لي في لي كومونتير، انا ان شاء الله نلبي لكم الطلب تاعكم ونديره لكم بطريقتي. يعني طريقه سهله مهله وما يديش الوقت. يا ربي ربع ساعه تكونوا كملتوه وحطيتوه. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في فيديو واحد اخر، والى اللقاء.